بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتكلم على صعود السلالم في المنام أو صعود السلم في المنام. صعود السلم في المنام من الرؤى المبشرة جدا. صعود السلم في المنام حلم متكرر عند ناس كتير، وكتير من الناس بيقولوا لي شفت نفسي بطلع السلم وانا خايف ومش عارفة ايه معنى ده. ايه معنى صعود السلم في الحلم؟ انه له معالم كتير جدا. فهو للطالب بيبشره بالنجاح، وللمريض بيبشره بالشفاء، وللتاجر بيبشره بالتجارة رابحة، وللموظف بيبشره بدرجة عليا في وظيفته أو مرتبة أعلى من المرتبة اللي هو فيها. والتفسيرات الجميلة دي كلها تفسيرات دنيوية. أما في تفسير وله معنى ديني في صعود السلم برضو هنذكره لكم إن شاء الله. ومعنى السلم دينيا، وأحيانا السلم يدل على الحالة الدينية لصاحب الرؤية يعني. فأحيانا السلم يدل على قوة الإيمان. ودرجات السلم في المنام لها معاني برضو. يعني لو شفت نفسك صعدت درجتين أو 3 أو 4، فدي معناه إيه؟ أول درجة بتدل على الشهادتين، تاني درجة بتدل على الصلاة، تالت درجة بتدل على الزكاة، رابع درجة بتدل على الصوم. يعني انت لو بتصعد وفي سلمة مكسورة قدامك تشوفها هي أول سلمة تاني سلمة حسب موقعها في الرؤية، هتفسر بقى المنام. فلو كانت السلمة الأولى التانية أو التالتة أو الرابعة، فده ايه تقصيرك في الركن ده، في الركن من أركان الإسلام ده. ولو كانت السلالم سليمة فدي قوة إيمانك وعند ربنا يعني. في حد قال لي شفت أبويا المتوفي صاعد السلم، فده معناه صعوده في الدرجات وصعوده المراتب أعلى عند ربنا، رؤية مبشرة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حسن التأويل يا رب العالمين، واجعلنا من المبشرين. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.